الفراشه والباعه المتجولين راه عندهم ولادهم وعندهم النساء ديالهم وكيقريو ولادهم وكيوكلوا ولادهم وكيسعوا لطريفه الخبز ياك. وزيد على ذلك كاين اللي كارب 1500 درهم، كاين اللي كارب 2000 درهم، كاين اللي عنده مسكين دراجه ناريه خصو يمشي عليها وجهي، يعني خصو ليسانس، ومع ليسانس تا هو غلا، كلشي غلا. عاد زيد كاين اللي كيمشي في المواصلات، كيمشي اللي في الطاكسي، كيمشي مسكين في الطوبيسات. يعني الا حيدنا هاد الفراشه اشنا هو البديل؟ البديل هو ديروا شي حبس كبير وديوه الناس بولادهم، لان ما يمكنش غيخلص الكلام اللي غيخلصوا. ديه بولادو بعائلته، ديه الحبس. هو بداو تصاوبوا الحباسات كبار باش نمشي، اللهم بنادم ما لقى ما ياكل، واش يمشي يقتل؟ اش يمشي يدير؟ راه الناس ملي كينظفوا الشوارع والازقه وكيحيدوا الباعه المتجولين راه عندهم صناعه، عندهم معامل صناعيه، وعندهم لوزينات كي كنقولوا، وعندهم الشركات، وعندهم شتي برا الا بغيتي تخدم شيفور من نهارك تخدم 3 المليون 2 المليون ونص. علاش؟ لان فرص العمل كثيره. اما هنا راه ما كاينش فرص العمل. ملي غتحيدوا انت من الفراشه هو 70 سنه هو كيبيع، راه ما كاينش فرص العمل. لو كانوا فرص العمل، لان سمعت شي وحدين انهم كانوا كيحيدوا الناس وكيقول ليه سير تخدم. فين غيخدم؟ خدمة تاع عائلتك انت اللي خدام. انت مثلا انت خدام مع المخزن، خدمة عائلتك خدامين. ما كاينش فرص الشغل، ماشي بحال برا. الا كانوا الازقه نقيين وتحرير الملك العمومي وكذا راه كاين فرص الشغل. الناس راه قاعده وكتخلص. راه ما يرضاش واحد قاوري انه يسوق. بينما حنا عندنا هنا راه كتخسر على البيرمي 7000 درهم، بيرمي من نوع عدي، وكتخسر على بيرمي من نوع بي 5000 درهم، وكتخسر مع ذلك الا بغيتي تخدم كتجيب سميتو البطاقه المهنيه كتطلع لك ب 7000 درهم، وكتمشي تخدم ب 30000 40000 شيفور، لان ما كايناش مراقبه، ما كاين حتى شي حاجه. الان خدامين شيفورات من 1500 درهم حتى 2000 درهم، هو طالع عليه البيرمي بمليون. وكتقول لي نتايا نحيد الفراشه ونحيد سميتو؟ راه عندهم عائلات، راه البديل ما كاينش باش تحيد. ملي يكون عندك البديل كتخلص الشوماج، وزيد في نفس الوقت ان فرص الشغل موجوده. عندنا مصانع، عندنا معامل كنصنعوا. انا ما كنصنعوا والو، حنا ما كنصنعوا والو، كنصنعوا القوالب. المسؤول اللي جا كيصنع القوالب باش يجبد الفلوس يديهم لدارو وعائلته ويتهلا في راسو ويهلك ذاك المواطن اللي صوت عليه. واخوتي باش تكونوا حنا، شوف ماذا بينا يكون كاس العالم. حنا كاس العالم مرحبا بكاس العالم، مزيان كاس العالم يكون في بلادنا وبغيناه يكون، ولكن على ظهر المساكين لا. راه هادوك لا مثلا كاس العالم حنا دايرين 3 دول اللي منظمينه، راه هادوك الزناقي ديالهم خاويين. حنا غتجي عندنا السياحه وغتشوف هادوك الزناقي اللي عامرين، والفراشات والرواج ما عمرهم شافوه، خصهم يشوفوا عندنا. في حد ذاته هذاك نقطه سياحيه في حد ذاته، هذاك راه يعني غيفيد السياح، غيعجبهم هذاك الحال، لان ما عمرهم شافوا الزناقي خاويين. الناس غادا الخدمه جايين الخدمه يشوفوا الفراشه وكل واحد كيبرح. هذيك راه اصلا لان ما عمرنا نقولوا شي حاجه ما خايبه وهي راه غادا تصدق مزيانه. راه ما عمرنا، لان الا قلت لك بغيتي تحيد الفراشه غير صوب السجون ودي الناس بعائلاتهم، بغي يخلص الكلام، يخلص الدراري الموضوع غلاء الاسعار. ونتمنى من الله تعالى شوف ان الحكومه تخدم عقلها وتهلا في المواطن، وراه ماشي اللي طلع كيبغي غير مصلحته. راه خصنا نشوفوا حتى مصلحه المواطنين مساكن، راه حتى هما دراوش والغلاء وكذا، وزيد على الجفاف. ما كاينش فين نلوحوا هاد الناس، ما كاينش. راه قلت لك كاين اللي الفراشه 80 سنه، يلا حنا غادي نحيدوها. اللهم اش غادي نقول لك؟ والله نطلب من الله تعالى هاد المسؤولين انهم يتقوا الله عز وجل ويخليوا الامور غاديه. حتى لا بغينا نحيدوا الفراشه من واحد البلاصه مسدوده الطريق، نحطوهم في واحد البلاصه اللي متسع زوينه ولا واحد المساحه ونقولوا لهم بيعوا وشريوا هنايا. اما باش نقطعوا لقمه العيش في بلاد المسلمين، نسال الله السلامه والعافيه.